مدرب الاهلي الجديد اول حاجه عملها في ملعب التتش اللي هو جه ونزل ولمس الارضيه وحياها، بس للاسف الارضيه ما عجبتوش وقال لهم ارضيه الملعب لازم تتصلح عشان دي ممكن تعمل اصابات للعيبه. وده نفس الكلام اللي قاله المدربين الكبار للنادي الاهلي، كولر وموسيماني كانوا برضو بيطالبوا بتصليح الارضيه عشان ممكن تعمل اصابات للعيبه. بس مش هو ده الطلب الوحيد اللي طلبه المدرب الجديد، لا، طلب طلبات كتيره هتفاجئك هقول لك عليها في الحلقه ديت، وهقول لك صفقات الاهلي اللي هتزعل الزمالك، وهقول لك مين اللعيبه اللي المدرب الجديد مش مقتنع بيها. واخر حاجه اقولها لك في حلقه النهارده هو ليه بيحصل كده في نادي الزمالك. وقبل ما ابدا عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل كده زر الاشعارات وتدعي لاخواتنا في غزه وتصلي على النبي، ويلا بينا نبدا. المدرب الجديد اول يوم تدريب ليه هيبقى يوم الاثنين اللي هو المفروض النهارده يعني، ولسه الطاقم التدريبي بتاعه الخاص بيه لسه ما وصلش كلهم مصر، بيوصلوا على اجزاء، كل واحد عقبال ما يخلص اجراءات اوراقه سواء في البلد اللي هو كان فيها وفي مصر، يعني عقبال ما يخلصوا الاجراءات. وان شاء الله يبقى اول يوم تدريب للمدرب هو النهارده يوم الاثنين. بس انا عايز اقول لك الطلبات اللي طلبها المدرب، انت بتسأل وانا ارد عليك. عجبني السؤال، ايه هي الطلبات اللي طلبها المدرب؟ طبعا طلب زي ما قلت لك تصليح ارضية الملعب، لان ارضية الملعب سيئة نوعا ما وممكن تساعد في الاصابات، وهو اكتشف في ملف الاصابات اللي فيه اصابات كتير في النادي الاهلي، فقال لك ده ممكن يكون جزء منها او ده من اسبابها، فهو عايز يعالج الاسباب بتاعه الاصابات دي. ان شاء الله يقدر على الموضوع دوت. ايه الطلبات التانية اللي هو طلبها؟ الطلب اللي هو يحضر ماتشات منتخب مصر عشان يشوف بقيه اللعيبه، سواء اللعيبه المصريه عامه او اللعيبه بتاعه النادي الاهلي اللي مشاركه في المنتخب، عشان ياخد فكره ويفهم ويشوف. ودوت صح وجيب نتيجه كويسه جدا هقول لك عليها في الصفقات بتاعه النادي الاهلي لما نيجي في وقتها. بس مش بس ده الطلب الوحيد اللي هو طلبه، لا، ده كمان طلب اللي هو الفترة الجاية لمدة 3 شهور هتبقى كأنها فترة اختبارات للاعيبة النادي الأهلي، يعني بالبلدي كده لغاية شهر 1 ويفتح باب انتقالات جديد. أنا هشوف اللعيبة اللي عندي دي مين اللي هينفعني ومين من آخر اللي مش هيجي معايا سكة، عشان أجي أقول لكم هاتوا مكانه واحد في المركز دوت، لأن هو شكله ناوي يعمل انتقالات جامدة في شهر 1 اللي جاي. وإدارة النادي الأهلي مجهزه له ملف كبير في اسماء لعيبه، قالوا له بص منهم واختار واللي انت عايزه هنجيبه لك. كل دوت هقول لك عليه في صفقات النادي الاهلي الجديده. واخر طلبوا منهم، قال لهم انا عايز كشف مفصل باللاعبين المصابين وعدد اصاباتهم خلال السنه اللي فاتت وهيرجعوا امتى، وقبل الاصابه كان وضعهم ايه، عشان عايز يركز ويفصفص ويطلع اللي ما يطلعش. ندخل بقى على الصفقات، بس قبل ما اكلمك على الصفقات عايز اقول لك مين اللعيبه اللي مش مقتنع بيها بشكل تام. هما 2. اولا اشرف داري بسبب اصاباته، يعني لكن هو لما شاف السي في بتاعه هو مقتنع بيه كلاعب، بس مشكله الاصابات هي اللي هتكون سبب في اللي هو يكمل مع الاهلي عموما او مع المدرب دوت بشكل خاص. مين بقى اللاعب التاني؟ طبعا محمد شريف. المدرب الجديد يا جماعه كان مهاجم، فهو عارف يعني ايه هجوم، فلما جه لقى محمد شريف لعب 5 ماتشات اساسي جاب منهم جون واسيست، قال لهم ايه الكلام ده مش مهاجم. العدد التهديفي دوت والمساهمه في الاهداف دي ما تلقش على حد يحمل لقب مهاجم، فده ما ينفعش معايا خالص. قال له طب جراديشار، قال لهم انا لغايه دلوقتي ما شفتوش، عايز اشوفه وهو اساسي هيعمل معايا ايه وبعد كده احدد. اذا كده فهمنا الصفقات الجديده هتبقى فين. الصفقات الجديده بشكل اساسي هتبقى في راس الحربه المهاجم. هتقول لي مين بقى يا معلم؟ هقول لك في 2 كانوا بيلعبوا في الزمالك ودلوقتي مش موجودين في الزمالك، دول بشكل اساسي. هتقول لي ايه ده الله ليه الشغل ده بقى؟ هقول لك ثانيه واحده. هقول لك في حاله اللي احنا ما عرفناش نجدد مع اليو ديانج ومشينا اشرف داري، يبقى احنا كده عندنا اماكن لناس اجانب او ناس محترفين، ساعتها نقدر نبص بشكل اوسع، وساعتها ممكن نشوف اسد الحملاوي. بنسبه كبيره تم التواصل مع اسد الحملاوي والنادي بتاعه. اللاعب للاسف مستواه قل مع الفريق بتاعه، بس مع منتخب فلسطين مستواه كويس تمام، فالنادي ممكن يبيعه. الاول كان متمسك بيه لكن دلوقتي ممكن يبيعه، ففي كلام مع اسد الحملاوي. طيب مين بقى الاثنين الزملكاويه اللي انت قلت لي عليهم؟
مصطفى محمد ثانيه واحده بس قبل ما اقول لك، هو لما شاف ماتش منتخب مصر وجه معاه نتيجه زي ما كنت بقول لك، لانه شاف مصطفى محمد وتحركات مصطفى محمد وقال لهم ده مهاجم مثالي ودوت مصري، يعني هيكون مناسب مع الاعداد بتاعه المحترفين، فدوت انا بالنسبه لي خيار رقم واحد. تمام. في مين تاني يا معلم؟ اسامه فيصل اللي كان بيلعب برضه في نادي الزمالك، لما شافه اقتنع بيه وقال برضه مناسب، واداره النادي الاهلي قالت له هجهز لك سي في، قال لهم انا عايز سي في يكون مش بس الاهداف، يكون تحركات اللاعب من غير الكوره. هم دول الاثنين المرشحين لراس الحربه في حاله اللي ما جاش اسد الحملاوي. وفي صفقه ابراهيم عادل، بس انا مش مقتنع بيها بصراحه، لان في المكان دوت عندنا اكتر من حد، بس بيقول لك في حد من مجلس الاداره المرشح قايل في حاله فوزه اللي هو هيجيب ابراهيم عادل. ندخل على النقطه اللي بعد كده. هقول لك حاجه، اداره نادي الزمالك مش عارفه تحافظ على المدافع حسام عبد المجيد ولا عارفه تجدد له، في حالة اللي هي ما جددتلوش وجه النادي الاهلي وقع معاه، هل دوت ذنب الاهلي اللي انت ما حافظتش على اللاعب بتاعك؟ طب هل ذنب الاهلي اللي انت ما حافظتش على الارض بتاعتك؟ كل حاجه تدخلوا فيها الاهلي ليه؟ احنا مالنا؟ اللاعب دلوقتي يعني ما جددش معاك وبقى لاعب حر، احنا لينا الحق نخش ناخده، انت تحافظ عليه دي بتاعتك، ماليش دعوه بيها، ما تجيش تلوم عليا، انا بره عني خالص، وحافظ على ارضك انا بره عني خالص. فتعال اقول لك بقى هو ليه بيحصل كده في نادي الزمالك. بس قبل ما اقول لك كده، ما دام وصلت لهنا عايزك تعمل لايك وسبسكرايب، فعل زر الاشعارات عشان لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. ليه بيحصل كده في نادي الزمالك؟ في بعض الناس قالت اسباب اخلاقيه شويه. يعني ايه اخلاقيه؟ يعني مثلا بيقول لك نادي الزمالك كان زور عقد بتاع كهربا لما دفعوا الغرامه، وطلع كهربا في برنامج ودعوا حاسبين على نادي الزمالك عموما، فمن بعديها فعلا نادي الزمالك دخل في ازمات غريبه. هل اللاعب ده كان مظلوم؟ في ناس كتير كانوا في اداره نادي الزمالك بيقولوا كان اللاعب ده اتظلم والعقد تم التلاعب فيه، فاكيد دعوته ساعتها دعوه مظلوم. تمام. تاني حاجه، الشتيمه اللي خدها زيزو ومراته وابوه لمده 3 اسابيع، جمهور نادي الزمالك شغال والاداره ما اتدخلتش. كل ده من اسباب بيقول لك الكهرباء قطعت في نادي الزمالك عشان مش دافعين الفاتوره، ولا مش عاملين الكارت العداد. كلام غريب وعبثي بجد، حاجه تزعل. ربنا يقوي نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على المصايب اللي هم فيها. وقبل ما اقفل حلقتي عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الاشعارات وتكتب لي في الكومنتات عايزنا نتكلم في ايه الحلقه الجايه. بس كده.